nin ardadiisa kamid oo dhalinyaro Abdullah ibn Abi Wadaa'a la oran jiray ayaa 3 cisho ayuu ka maqnaa xalaqadii maalintii dambe ayuu yimi Saciid ibn Musayyib markii xalaqadu ay dhamaatay buu ku war maxaa dhacay 3 cisho kumaan arage maxaa dhacay wuxuu leeyahay imaam buu yiri gabadhii bay iga dhimatay xaaskan qabay ayaa dhimatay reerkii reexaas markaa inantii gabadhii baan aasayay reexaaskii baan aasayay 3 cisho waan mashquul baan ha iga raali ahaa wuxuu war ma guursatay islaamiinka oranayaan bal waxay kaas muu jeclayn bal oranaya iminka markaa ma guursatay buu yiri 3 cisho ka soo wareegtay reer ma yeelatay wuxuu leeyahay imaam buu yiri waman yuzawijni يا يقولين يا ابن فقير بانا يا يقولين أدونا 3 دينار يوم 3 درهم أيام كله يا هيبا حولو أن شيكتو وإن أنا نقول جد فريستو أن يرد يا مهر يا أراس وحاسس ما بتشيلان بويله يا يقولين يا إنانتيس وحول عنيك كور هذا كو يقول يا إنانتيدا فاطمة بنت سعيد وحول ما أرجع حبرت وين نيانها نسوان فرحة مشاكي باي وحن وذاتكم يروا شيء مسح وحكوها الله يا حقيقة إيه مهري بولي وايه الله بقول يا مركا وارمرخاتي كالنقضة إن النكل إن أنت لي أنسيي وحي لي مركا وحن هاي فقير كحيان سعلوك شيل ما يسبو يدي وانا صومنا قولي جيبان رزكتك واسكسو أفر وتعالى كذي وانت جاي قولي جيبان اسكت أحفر وحي لي مركا قرص يرو روديو أنجيجن أنسلين أنا كل قيا وحكى يقول قيمة يا لامبو يرى ملحو أنجيجن أي الباب كلا قرع فقلت من وكما قال سعيد وسعيد بوي وحول السعيد وانا أقاني ويقصر دعي بوي ترى ما سعيد هبل با مسوى سعيد هبل مسوى ننكا سعيد بن المسيب مويان وايا بوي أفرت الصنادات waxay hayd caadadiisu inuu cishaay uu tukado oo gurigiisa uu tago cid la muhadli jir albaabkii baan furay waaba Saciid ibn Musayyib taagan meeshii maxaa dhacay buu yiri ma ii yiri ana ku iman lahaay ma yibuli laakiin waxaan dareemay buu yiri inaanay cadaalad ahayn inaad kaliya caawa saaxatid ayadoo gabadhii guriga magaalada ay joogto wuxuu markaa intuu ka yara dhaqaaqay mise waaba gabadhii halkan taagan buu yiri وهو قبردي هالكن تاجن وحيد مركا وصور ريحي الباقي والنصوحرة ما نوضع شيء كيسنين ما نحاساوين عنك وقت قرن مايو نقاب حرام تحي أيدس إما قرن يسو إنن ما شاء الله فيسبوك رجع كلا حاساوين ما يهين إنن ما شاء الله صور عد وقروح بدنا أنت فيسبوك السوق ليسو حتى لو نرجع يرمو مدوك هذا صباحنا ما يهين إيه وحي أهين قبل ذيكو إج أو جرو جيدا تقانا أو دين تيدا تقانا وحيدي مركي أي صوغ شيء الباب كي نوع حري أي إن أنت السوح ده النحل الأول أنا وحولي مركا وان نحي أرت وحولي لقطة كبيرة لفتة الرودي دي يد ملح دي واحد سدي عبت هذا أركن إيش عصر وحولي وان عربي دشان سكوت هاجي وان قيلية كويدا نقول له كم قمتي وحولي يا أيها الناس زوجني سعيد بن المسيب ابنته سعيد بن المسيب إن أنت سوي جوريه حتى يعرفتان برتو جوري قبل كسب حيسا هورنا ودات كسوق مذوب مري إيرالي أوكسون هذا وحيري إسلام حافظ دايدو شار كيجا آيات كذبت بينالات بيتري سعيد بن المسيب حين أنت هذا السعلوك أديكو كلا وقدرية هو يدي بين مقاشي والقيادة دي وحي قتري إن لمستها هديت إن أنت تابتي فويلك ثم ويلك وكدلي يحدث إن تتابتي به وحولي وي إسلامتي باتمي إن أنت قولي قبل الله يقصاري مري قولي الله يقصاري أي حد ولا يير إن أنت يو لقاضي لسوق قرحيي لسوق هجاتشي ما شاء الله ليس دياري وحولي وان سوق علي فما رأيت أجمل منها قط قبل قروح بدن ولي يا الله ما ضحيكم يصلي عن بوي والنعم
وحول إلهي سبحانه وتعالى هبينك بدل لبيك اللهم لبيك كبعد بويجي الصبح دي بان كعي إذا إنك أرضي بان هاي وضيقا دي إن أنت كقورسنا ومعلن كيك ما هب سامي كرم وأنت جيبوني وعن بحي وحدو ينبحوا إلى أين بيقول حاجة تجلسة يا وضيقي شيخ سعيد بن المسيب حصل لي قنايا قالت اجلس فعلم أبي عندي وحو أبهي يقانور رمبا أنا جا هي بل يرفع لي سبعة الوكال أنا وحكور لجيه حبلها ما أنت وده بدن إلا ما رحم ربك مركز لجورسدو متكورنا سعلمي بانكوها يا مجرد أما وحبان كل لجيه مج إسكبداتها لكن لجيه بإنك كتر هذا بل إن جاء شريطان أما إن جاء إن ملك لا إن جاء أما الدون يا أموره سأكد ما ويدو إن أنت علماء دي مركز ويحللين وحيد هذا نيا صوت تربية دي فضل جاي الله سيا الضباك ولوجو أبتري يا خير كان مسعيد بن المسيب مسه يده ويحدوا ما يقول لك شوقي وحذا يده أبوه وشقكم وراي أبوه وايو أبوه ده مركو قرية الصبح دي كبحهم مساجد كوف فريستا دروس بو أخريها بين أردن يمان أردن عشاء بو كسر روحا قرمو وح تربية دي قرمو وحود دقا عرورت قرمو كلا دبرة ما وقت ما هيو لكن حكمة وحوي وحكو آسنتي وهو يدبالي ما قبل المسلمات ده الصوماليات هدي أي قرن الدور كده يا مهمة أي لا ضاي وحيقو إن لحظة وحيقو حرام ضاي إن عرور وناكسن النص وكريان أي نص وكريان واحد في مركا تو مركا يقول أنت على أنت اللي قول لي هاي بينو شيءنا واحد تمي دور المرأة الفاسدة قبل الفاسدة أن مسلمة هكسن أهين هذه أي نرنتي أي أقدر الله أما أي ده إن رجعت مفاسد كله والمرأة listen to this and the lady and the wife في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة and the wife is responsible of the house of her husband and she will be questioned about that. والله الذي لا إله إلا هو والذي رفع السماء بغير عمد ونصب الجبال وبسط الأرض وفلق البحر لموسى. I have seen mothers coming home 3-4 o'clock a.m. and the girls is saying, why can't I come home 2 o'clock if she's coming home 2 o'clock? Why can I come home 3 o'clock if she's coming home 3 o'clock? And as she thinks because she told them not to stay out late, they would listen. No, children learn by listening. By seeing, not by listening. That's the reality. So النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة. She will be questioned. والنبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره talked about the parents who are irresponsible towards their children, and that losing, misplacing, not respecting that responsibility is indeed insufficient enough for them to be doomed. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من. You see, it is sufficient for a person, it is enough sin for a person to overlook the responsibility that he was given. So your children and my children are responsibility. Now, how do we overcome this? I don't know about you, but in my country where I live, we have seen, and every imam have seen, children who are walking away from their deen. Walking away from their deen blatantly like that. They don't want Islam. They don't care about Islam. They walked away from the deen because
they couldn't hold them both because the parents did not give them enough fuel, enough iman, enough encouragement. Allah is the one who gives the iman, but the parents are the one who paved the way, who shows the children how to worship Allah, how to love Allah, how to be closer to Allah subhanahu wa ta'ala. You know how many children, and when I said to the other masjid, I said when I was growing up, and I grew up my early age in Arab country, and they used to teach us about Arab world, Arab League, and they used to say every single country that they taught us, every single Arab country that they taught us, they used to say Nisbat al-Muslimin, the percentage of Ahl al-Sunnah are this, Muslimin. The percentage of Shia are this. The percentage of Christian or the Jews are this. The percentage of what other faith are this. Except one country. They used to say 100% Muslim, 100% Sunnis, 100%, those days Shafi'is. Which country is that? That was the only country in whole Arab League. In the whole Arab League. One country. But today, we brought the kids here, we brought the families here, and we teach them, we say, hey, you could not make us kuffar. You could not put any doubts in our heads when we were back home. But now, we will bring our impressionable children, we will bring them to you, so you do whatever you want to do with them. So now we have every denomination you can imagine in the community. Atheists, Jehovah's Witnesses, Buddhists, Shia, anything, any name. Why? Because the tarbiyah of the parents, where it took a detour, that was unexpected.